الآن سوف نتعرف على علامات الطريق. يتم رسم علامات الطريق على سطح القطران للمساعدة في الحفاظ على النظام أثناء القيادة. إنها تعطي مبادئ توجيهية حول كيفية وضع وتحريك سيارتك من خلال حركة المرور. علامات الطريق إما بيضاء أو صفراء، وتأتي في 3 فئات. تتضمن بعض علامات الطرق التنظيمية الشائعة ما يلي: لا يوجد خط عبور، خط أصفر صلب لا يمكن تجاوزه، خط توقف، خط أبيض متصل يعبر إلى الطريق يشير إلى توقف إلزامي، امنح فرصة للتجاوز، هذا خط مكسور يقطع الطريق ويجب عليك إبطاء الحركة والسماح بمرور السيارات. معابر المشاة، وهي عبارة عن أقسام بيضاء مقلوبة من الطريق حيث يسمح للمشاة بالعبور. مربع التقاطع، هذه هي المناطق بدون توقف، عادة ما تملأ مركز التقاطعات. النوع التالي من علامات الطريق هو علامة التحذير. هذه العلامات موجودة لحماية مستخدمي الطرق من المخاطر المحتملة. بعض هذه العلامات تشمل قعقعة، وهي خطوط رقيقة، محكم، أصفر تظهر في مجموعات. يحذرون السائقين لإبطاء علامات السرعة. حدب مرتفع، هذه العلامات تحذر السائقين من الحدب السريع القادمة حتى يتمكنوا. معبر ترام، يحذر بوضع علامة إكس البيضاء على الطريق من المسار المستقيم مع خط الترام القادم. الفئة الأخيرة من علامات الطريق هي علامات التوجيه. تساعد هذه العلامات على فصل الطرق إلى الممرات ومساعدة السائقين على التعرف على كيفية استخدام الطرق أثناء القيادة. بعض علامات التوجيه تشمل خطوط قصيرة مقطوعة، يمكن للسائقين تجاوز الحارات وتغييرها بحرية إذا كانت الطريق مقسمة بواسطة هذه الخطوط. خطوط مكسورة طويلة، تشير العلامات إلى أنه قد تكون هناك مخاطر محتملة، ومع ذلك يمكن للسائقين تجاوز وتغيير الحارة بحذر. خطوط بيضاء متصلة أو غير متقطعة، لا يجوز لمستخدمي الطرق تجاوز هذه الخطوط أو عبورها. خطوط صفراء مكسورة، يمكنك عبور هذه الخطوط ولكن بحذر شديد. خطوط صفراء متصلة أو غير متقطعة، لا يجوز لك تحت أي ظرف من الظروف عبور هذه الخطوط. أسهم المرور، تشير هذه الأسهم إلى الاتجاه الذي سيأخذه الممر.